أهلا بيكم. النهاردة الفيديو ده طوق نجاة لكل ست اتطفت ومقهورة، لكل واحدة عايشة في بيت حاسة فيه إنها رهينة مش زوجة. هنتكلم عن الزوج النرجسي، الشخص اللي بيعرف يكسر الروح ببطء ويعزلك عن الدنيا عشان يفضل هو سجانك الوحيد. لو حاسة إنك وحيدة وتعبانة وشككك في عقلك ونفسك، فالفيديو ده ليكي. النهاردة مش بس هنوصف الوجع، احنا هنحط في ايدك حلول عملية وواقعية تقدر تعملها وانت في مكانك عشان تسترد نفسك وتعيش بكرامة. أول نقطة لازم تفهموها خطة السيطرة وعزل الروح. عشان تبدأ تنقذ نفسك من اللي انت فيه، لازم تفهم ان النرجسي أول حاجة بيعملها هي العزل. بيعزلك عن أهلك وصحابك علشان ما يبقاش في مراية تانية تشوف فيها نفسك إلا مرايته هو المكسورة. هو عايز يقنعك إنك ضعيف وفاشل ومحدش هيتحملك غيره. أول خطوة للحل هي إنك تفهم إن أذاه هو منبع ضعفه هو، مش نقص فيك انت. هو اللي بيخاف من قوتك، وعشان كده بيبذل مجهود جبار عشان يهد ثباتك النفسي. الحلول يا جماعة بتبدأ من جواكوا انتوا. أول حاجة لازم تفصل مشاعرك عنه تماما، بطل تستنى منه كلمة مدح أو تقييم اللي بيرميها لك كل فين وفين. تاني حاجة استخدم أقوى سلاح وهو الحجر الرمادي، يعني خليك ممل بالنسبة له، ما تديش أي رد فعل عاطفي. لو غلط أو استفزك رد بكلام مختصر جدا، زي حصل خير، تمام، وجهة نظرك تحترم. لما مش بيلاقي منك وقود للنكد وللعياط، هيبدأ يدور على ضحية تانية لأنه زهق من برودك. وده بالظبط اللي احنا عايزينه، إنك تحمي قلبك من النزيف. الحلول على فكرة منك انت، عمرها ما هتبقى من النرجسي. انت اللي لازم تتعلم ردود أفعالك تتغير معاه. الحل التاني إنك تعمل لنفسك عالم موازي جوه البيت. اهتم بهواية قديمة، ادخل كورسات أونلاين، أو دور على أي استقلال مادي بسيط من البيت، شغل يدوي، تسويق، تدريس. الاستقلال المادي والفكري بيساعد روحك ويحسسك إنك مش تحت رحمتك. خبي نجاحاتك الصغيرة لنفسك، خلي ليك ركن في روحك هو ممنوع يدخله. انت محتاج دايرة دعم، حتى لو مكالمة سرية مع صاحبة جدعة أو أخت بتفهمك، علشان تفكرك دايما إنك إنسانة طبيعية ومحبوبة. في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها. لازم نفهم حقيقة كبيرة بتهون كل وجع. الدنيا دي دار اختبار، مفيش حد فيها واخد كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الابتلاءات بحكمة عظيمة. فيه اللي ابتلاءه بيكون إنه مش متجوز أصلا، وقلبه بيبقى موجوع ومحروق لأن نفسه يتجوز ويخلف. وفيه اللي ابتلاءه في صحته وعايش على الأدوية. وفيه اللي ابتلاء في ماله وضيق رزقه. وانت أو انتي كان اختيار ربنا ليكم اختبار الزوج النرجسي. ده مش معناه ان ربنا عايز يعذبك بشخص طول العمر، ده معناه ان ده ميدان جهادك انت اللي ربنا حطك فيه، وهيشوف صبرك وقوتك ولجوءك ليه من خلال الابتلاء ده. مهمة جدا وانت بتدور على حلول، هو انك تقرب من ربنا. قربك من ربنا مش بس عشان يغير حالك، لكن علشان يقوي روحك على الحال اللي انت فيه. خلي ليك ورد يومي من القرآن والذكر، وخاصة سورة البقرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة بالليل والشكوى لربنا بتفرغ فيها شحنة الوجع اللي جواك، بتحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليك. نار الأذى بتبدأ تبرد في قلبك. ربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم. ربنا عايزك تطلع من المحنة دي نسخة قوية بالله ومستمدة قيمتها منه هو بس سبحانه وتعالى. في النهاية، الكسر اللي انتي فيه دلوقتي هو اللي هيخلي النور يدخل روحك. قولولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتقويك في عز الظلم، واعرفي انك من النهاردة مش لوحدك. انا سيلا، وده بيتكم التاني. نورتوني. شكرا.